ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ماما كانت تعبانه فقررت ان انا اعمل بدلها الاكل، وعملت مكرونه لان ما كانش في اي حد موجود في البيت غيري، وما قدرتش ماما تعمل غدا، فانا عملت احلى مكرونه وسميتها مكرونه اللولو لان انا اللي عاملاها وحسيت ان دي بجد مكرونتي. ويلا بينا نشوف الطريقه كانت ازاي. بسم الله. واول حاجه هنبدا بيها ان احنا نغلي الميه، وهي في نص الغليان هنحط فيها حاجه. اول حاجه نحطها نص معلقه ملح بالشكل ده، وبعد كده هنحط مثلا يجي معلقه زيت اهو، معلقه زيت. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب الاتنين مع بعض بالشكل ده. هنسيبها 5 دقايق. البهارات ملح وبهارات مشكلة ودبس رمان. هنبدأ ان احنا نحط المكرونة. انا حطيت مكرونة سباكيتي، حبوا اي نوع انتوا تحطوه، مش لازم سباكيتي، النوع اللي انتوا بتحبوه حطوه بالشكل ده. في طبعا مكرونة خواتم، في مكرونة كوكا، في مكرونة قلم، في كذا نوع مكرونة. استعملوا النوع اللي انتوا بتحبوه، مش شرط سباكيتي. هنبدأ ان احنا نقلب المكرونة وهي في المية اول ما نحطها علشان ما تتحرقش. على بال ما المكرونة تتسلق هنكون احنا عملنا الصلصة. اول حاجة هنحط شوية زيت والطاسة، وبعد كده انا قطعت فصوص توم حطيتها، ده الملح وده البهارات المشكلة وده الدبس الرمان وده التوم. اول حاجة نزلت بيها هي التوم، وهنقلب بالشكل ده. طبعا نحط التوم بعد ما الزيت يسخن، وهنحط بعد كده البهارات مع التوم والزيت. ايوه، مع التوم والزيت. علشان ايه يا لولو؟ علشان يا ماما بتدي طعم احلى. شاطرة يا لولو، تسلم ايدك. جميل. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط معجون الصلصة. ولو تفتكروا ماما كانت عاملة معاكم معجون الصلصة ده في البيت، وهلا اللي كملتها في الاخر، انا ما قدرتش اكملها وهي عبتها وحطتها في الفريزر. حبيبتي يا لولو. وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد الصلصة وناخد شوية صلصة ونحطها في طبق، وهقول لكم ليه دلوقتي. علشان الصلصة دي احنا هنحتاجها عشان الصلصة ولا تيجي زيادة ولا تيجي قليل. هنحطها في الطبق بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نقلب الصلصة. صفيت المكرونة وهحطها في الشكل ده بالصلصة. وبجد يا جماعة لما خلصت كان طعمها خرافي، هتاكلوا صوابعكم وراها. يعني ما بقاش لنا صوابع؟ وهنقلب المكرونة كويس في الصلصة. بعد ما قلبتها ده كان شكلها بصراحة يا جماعة، كان شكلها ولونها وطعمها تحفة، كل حاجة كانت فيها تحفة، كل حاجة كانت مظبوطة. عشان انت اللي عاملاها؟ اه. شجع نفسك. احلى مكرونة من احلى لولو. وده كان شكل المكرونة. حطيت شوية الصلصة اللي انا كنت حطاهم في الطبق على الوش علشان نبقى ناخد معلقة مكرونة ونحطها في الصلصة اللي في النص. كانت طعمها بصراحة يا جماعة خرافي، تسلم ايدي. ودي كانت مكرونة اللولو.
عشان انا اللي عاملاها فسميتها مكرونة اللولو. حطيتها وقعدت تاكل. علموا ولادكم يا جماعة ان هم يدخلوا المطبخ علشان اي ظروف حصل اي حاجة انت تعبانة. ولادك ما يحتاجوش حاجة من حد، حتى لو هم في مكان لوحدهم برضو يقدروا يعتمدوا على نفسهم. وهنا كنت بقول لكم ان المكرونه طعمها تحفه، قعدت بقى على الارض وقمت واكله وخلاص، وسبتني من كل العيله وقمت واكله. وجابت عصير وقعدت تاكل. ودي كانت مكرونه اللولو، مع السلامه.